النهاردة هنعمل وصفة الكحك، وكمان هتلاقوني منزلة وصفات البسكوت والبيتي فور والستابلي والغريبة. ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي عشان يوصل لكم كل الفيديوهات، ولو عجبكم حاجة اعملوا لايك وشير. دلوقتي مقادير الكحك: عندنا 600 جرام زبدة هنقدحها على النار، ومعانا كيلو دقيق، ومعانا كوباية سكر بودرة، معانا رشة ملح، معانا نص كوباية مية عادية، ومعانا معلقتين كبار سمسم، ومعلقة كبيرة خميرة. هنروح نقدح دلوقتي الزبدة واجي. اول حاجة دلوقتي هننزل بالدقيق، كيلو دقيق، وكمان هننزل بكوباية السكر البودرة، وكمان معلقتين السمسم، وهننزل برشة ملح، وهننزل زيت المقدوح. الطريقة دي تخلي الكحك بتاعك يعيش معاكي لمدة طويلة، ما يبص بسرعة. قلبي بمعلقة خشب او اي حاجة بس عشان ما تتلسعيش. هنسيب العجينة ترتاح شوية، وده جهز دلوقتي الخميرة. هنحط المية والخميرة، معلقة الخميرة والسكر. حطينا معلقة سكر عليها مية دافية عشان نجهز الخميرة، يعني 3 معالق كده كفاية. حطينا معلقة الخميرة، هندوبها كويس، نستنى لغاية ما تبقى جاهزة. هننزل دلوقتي بالخميرة عليه، كمان شوية مية. هننزل بالمية حبة حبة على حسب كل واحد والدقيق بتاعه بيشرب قد ايه المية. وهنفضل نعجن فيه لغاية ما يلم نفسه. كده العجينة ضربناها كويس، هنسيبها ترتاح ونغطيها ترتاح شوية كده. بعد كده هنشكلها. اوكي، سيبناها ترتاح. دلوقتي هنشكل واوريكم ازاي العجينة حلوة. خدنا حتة كورناها اهو، ونجهز بقى بالبصامة. شايفين؟ جميلة، تحفة تحفة تحفة. اوريكم بقى اشكال تانية. عندي اشكال تانية، قطعات تانية حلوة برضو، اشكال زمان الجميلة الحلوة. يلا هنروح نعمل مع بعض. شايفين الشكل ده؟ هنجيب حبة العجينة نعملها هنا، شيل اي زيادة، انا مش عايزاها كبيرة خلاص. بعد كده شايفين تحفة ازاي، ومش تخينة برضو. اعمل واحدة تاني معاكم. حطينا الكرة تاخد مقاس البصامة، ما تخلوش فيه زيادة، اي زيادة شيلوها عشان متبقاش تخينة قوي. بعد كده هندوس هنا اهو بالراحة. بصوا طلعت جميلة تحفة.
وادي اول صينية اتعملت. واو بجد شكل الكحك تحفة وريحة البيت جميلة قوي بالكحك. لازم تجربوا الوصفة دي يا جماعة، جميلة جدا وسهلة وبسيطة، والمقادير بسيطة وموجودة في كل بيت. اعملوها وقولوا لي رأيكم فيها. وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد.